من أحلى الفنادق في الفئة السعرية دي، بيقدم قيمة مقابل سعر ممتاز وسعره معقول جدا جدا. هنقول كل حاجة عنه، مميزاته وعيوبه، فكملوا معايا الفيديو للآخر. صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. النهاردة هنتكلم عن فندق 4 نجوم بيقدم قيمة مقابل سعر. هنتكلم عن كل حاجة عنه. بس قبل ما ابدا، وزي ما متعودين دايما، واللي لسه اول مره يشوفني، انا شروق، بقدم محتوى عن السياحه والسفر جوه مصر وبره مصر، والفنادق واهم مميزاتها وعيوبها واهم اماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ولو عندكم اي سؤال او اي كومنت على اي حاجه، سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. ويلا بينا نبدا. اول حاجه بتميز فندق مورينو هورايزون ان هو صف اول على البحر. البيتش بتاعه من اجمل الشواطئ اللي في الغردقه، رملي مميز جدا جدا، وفيه كمان جزء صخري مميز قوي للسنوركلينج. فبجد دي من اكتر الحاجات اللي بتميز الفندق. فندق مورينو هورايزون هو فندق 4 نجوم. مكانه بيكون طريق ارابيا السقالة، قريب من الممشى جدا، وموقعه مميز جدا جدا. انتوا قريبين من كل حاجة. انتوا في وسط الغردقة، فقريبين من كل حاجة. الفندق مساحته مش كبيرة قوي، معقولة، وده طبعا بتكون ميزة بالنسبة لناس كتير، لان في ناس ما بتحبش الريزورتات الكبيرة اللي بتكون مساحتها كبيرة ويمشوا فيها كتير. فهو مساحته حلوة جدا. اول ما بتدخل الفندق فيه باركنج للعربيات، لو انتوا رايحين بعربيتكم ففي باركنج جوه الفندق. كمان الريسبشن حجمه معقول، مش كبير قوي، بس مكيف، وفي واي فاي في الريسبشن، في بار كمان في الريسبشن. بالنسبه للفندق فيه 2 بول كبار واطفال. العمق للكبار اقصى حاجه 140، فده برضو بيكون كويس جدا. في كمان 2 اقوى بارك بالبول الخاص بيهم، كبار واطفال برضو. لعب الكبار عباره عن حوالي 4 العاب، والاطفال 5 ألعاب. الفندق بجد بيقدم قيمة حلوة جدا مقابل السعر. بالنسبة لأن هو فندق 4 نجوم، هو كمان لسه متجدد قريب جدا، فالفندق يقدم لكم قيمة حلوة جدا مقابل السعر اللي انتوا دفعتوه. الانيميشن هناك كمان كويس، هو مجتهد اكتر مع الكبار، يعني مش متفاعل قوي مع الاطفال زي الكبار. بالنسبة للاكل، جودة الاكل حلوة جدا. رغم ان مفيش تنوع قوي، بس جودة الاكل هتعجبكم. هو في تنوع بس مش التنوع اللي هو القوي. بس طبعا في ناس بتقولي الاكل عبارة عن ايه. اكيد كل يوم مش هيبقى نفس اليوم اللي قبله، بس بالتأكيد هيكون في ثوابت، زي ان في بروتين كل يوم نوعين او 3 انواع. فباختلاف بقى الاصناف الجانبية اكيد هتختلف. كمان الستاف هناك متعاون الى حد ما. سياسة الأطفال، عايزة أقول لكم إن سياسة الأطفال كمان فيها ميزة. الطفل الأول 12 سنة إلا شهر، الطفل التاني بقى تحت 7 سنين. في ناس هيقولوا عادي، يعني مش تفرق 6 سنين من 7 سنين. لا والله بتفرق مع ناس على شهر وعلى يوم كمان. فالفندق مخليها لغاية 7 سنين. في كمان هناك كيدز اريا للاطفال لذيذه جدا. كمان في جيم وسبا. في كمان انشطه ممكن تتعمل على البيتش زي الكره الطايره. كمان المساحات الخضراء هناك كتيره وحلوه جدا. اللي فيه مطعم سناك على البيتش. في كمان اكتر من مطعم، مطعم رئيسي، وفي مطعم اسماك ومطعم ايطالي. فالفندق بجد كمجمل حلو جدا. كمان في مسرح للحفلات مخصص للحفلات اليومية، طبعا في حفلات كل يوم بتتعمل. البيتش كمان هناك هيعجبكم جدا جدا. في مارينا هناك كمان عشان لو عايزين تنزلوا من على عمق اعلى شوية. كمان زي ما قلت لكم في جزء رملي حلو جدا جدا، وفي جزء صخري حلو قوي اللي حابب يعمل سنوركلينج، والشعاب المرجانية هناك حلوة جدا. كمان هتلاقوا بقى اليخوت واقفة وكده، فالمنظر بيكون رائع جدا. بالنسبة للغرف بقى، فالغرف مساحتها واسعة والأساس جديد. كمان طبعا مكيفة، التويلت متوفر فيه كل حاجة ممكن تحتاجوها. في شاشة، في ميني بار، في خزنة، في كل حاجة متوفرة في الغرفة. فالغرف كمان الإطلالة بتاعتها بتكون حلوة جدا، معظمها شايف البحر. في كمان غرف على البول، فالغرف هناك كويسة جدا. بالنسبة بقى للبارات، في طبعا اكتر من بار. في بار في الريسبشن، في بار على البول، في بار على البيتش.
فاللي هناك الخدمات حلوة جدا. كمان الفندق زي ما قلت لكم مساحته مش كبيرة، فاللي بيحب الفنادق اللي مساحتها معقولة مفيش فيها مشي كتير فالفندق هيكون مناسب جدا. في طبعا فندق تاني كنت نزلته وهو مارلين ان ازور في نفس الفئة السعرية دي، بس مفيش فيه اقوى. اللي حابب اللي مش حابب وجود الاقوى فمارلين برضو هيكون اختيار حلو جدا. ممكن كمان الاكل في مارلين يعني متنوع اكتر من مورينو شوية. فمارلين برضو من اكتر الفنادق الحلوة اللي بتقدم لكم قيمة مقابل سعر. البيتش برضو في مارلين حلو جدا. هسيب لكم برضو فيديو مارلين ان ازور في الاي فوق، وهسيبه لكم في الوصف تحت علشان تقدروا تشوفوه بسهولة. بالنسبة لطرق الحجز، طبعا الفندق متوفر مع اغلب شركات السياحة، فهتلاقوه مع شركات سياحة كتير. المهم تختاروا شركة سياحة تكون مرخصة وشركة ليها طبعا اسمه معروفة علشان تتجنبوا اي نصب ممكن يحصل. كمان تقدروا تحجزوا من خلال اي موقع من مواقع الحجز. كمان تقدروا تحجزوا من خلال الفندق دايركت زي ما تحبوا. بالنسبة للحجز بقى من خلالي لسه ما بدأتش حجز علشان برضو في ناس كتير بتسألني. ان شاء الله احاول اوفره قريب، واول ما اوفره هعلن عنه. نيجي بقى لأهم نقطة، ودي الناس كتير بتزعل اني مش بقولها في الفيديو. طبيعي مش هقولها في الفيديو مش بيتشاف الايام دي بس، بيتشاف على مدار سنة وسنين، فالاسعار بتختلف. اللي حابب يعرف سعر يكتب التاريخ اللي حابب يعرف فيه سعر الفندق. عايز يعرف سعر الفرد او الغرفة دبل، كل حاجة ليها سعرها، فانا مش هقدر اقول كل الاسعار دي في الفيديو. طبيعي طبعا علشان كمان الاسعار بتختلف. فاللي حابب يعرف اي حاجة يسيب لي كومنت وانا هرد عليه. كده يعتبر انا قلت كل حاجة خاصة بالفندق. اللي برضو حابب يسأل عن اي حاجة او اي حاجة انا ما قلتهاش يسيب لي تعليقه وانا هرد عليه. بالنسبة كمان للفنادق الاقتصادية، طبعا انا نزلت فنادق اقتصادية كتير في الغردقة، هتلاقوا الفيديوهات موجودة على القناة. بالنسبة للناس اللي بتعلق على الاكل في الفنادق الاقتصادية وعايزيني اصور لهم الاكل او اتكلم عن الاكل، طبيعة الاكل في الفئة الاقتصادية بتكون واحدة يا جماعة، بيكون الاكل مش متنوع، الاكل الى حد ما مقبول. فما تنتظروش حاجة جامدة قوي في الاكل، لان في الاخر انتوا بتاخدوا قيمة مقابل السعر. برضو السعر مش بيكون كبير قوي، فما ننتظرش ان احنا ناخد جودة عالية قوي، كل حاجة على قد سعرها. وطبعا الغردقة بلد جميلة جدا. انتوا مش بتقتصروا طبعا على الفندق بس، لا احنا بنروح علشان كمان نتفسح جوه الغردقة ونعمل رحلات داخلية هناك. فالرحلات الداخلية في الغردقة حلوة جدا ومتنوعة جدا جدا. انا كمان كنت نزلت فيديو لأهم حاجات تعملوها في الغردقة، هسيبها لكم برضو في الاي فوق وفي الوصف تحت علشان تقدروا تشوفوها. الرحلات الداخلية طبعا بتحجزوها من خلال شركة السياحة اللي انتوا طالعين معاها لو حابين. لو مش حابين بتحجزوها من اي مكتب رحلات داخليه في الغردقه. طبعا مكاتب الرحلات الداخليه هناك كتير، فتقدروا ان انتوا تحجزوا مع اي حد هناك. برضو اوقات برضو كتير الفندق طبعا بيوفرها لو حابين تحجزوا من خلال الفندق، فزي ما تحبوا. بس مهم جدا طبعا تعملوا رحلات داخليه هناك. ولو حابين برضو تسالوا عن اي حاجه او اي استفسار سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. وعايزه بقى اقول لكم ان احنا عندنا في قناه فكره وسفريه بتكلم فيها عن السياحه والسفر، سواء سياحه داخليه او خارجيه، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر سواء بحر ابيض او بحر احمر، وترشيحات الفنادق وافضل الرحلات واماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. وكمان لو حابين تتواصلوا من خلال رسائل الانستجرام بنرد كمان من خلال رسائل الانستجرام، هتلاقوا الرابط في معلومات القناه. وهستنى رايكم في الكومنتس، وباي باي.